سجلت فايزه احمد الاغنيه، وكان المفروض انها هتظهر في الفيلم في المشهد اللي بتتغنى فيه كامله، كانت هتبقى فايزه احمد هي المطربه في المكان اللي كانوا سهرانين فيه وهي اللي بتغني. اللي حصل ان فايزه احمد قالت لهم انا هسافر عندي حفلات، قالت لهم لما ارجع اصور المشهد ده اسبوع 2 3 شهر، خلاص الدنيا المشاهد كلها خلصت ومش فاضل غير مشهد الاغنيه. لما الموضوع طول في ميعاد للعرض جابوا موديل كانها هي اللي بتغني وشغلوا الاغنيه بلاي باك. الفيلم خلص والدنيا تمام، ورجعت فايزه احمد من بره، ايه يا جماعه هنصور امتى؟ قالوا لها لا احنا صورنا خلاص والفيلم هينزل. اتجننت، لا ازاي تجيبوا واحده ثانيه؟ انا متفقه معاكم انا اللي هسجلها. قال ان فايزه احمد رفعت قضيه وكان الفيلم هيتوقف عرضه. حليم حافظ كلمها وقال لها مش ينفع اجيبك مشهد واحد، انت نجمه كبيره، وامتص غضبها. يقول لي مثلا يا فايزه يا سلام احنا عندنا كان فايزه حاجات من كده، خلاص انسى كل حاجه. تنازلت عن حقوقها في تصوير الاغنيه، سلموها مبلغ 50 جنيه اقرار ان هي الاغنيه دي كده هي ملهاش حقوق في تصويرها، وعدت القصه والفيلم اتعرض. والاغنيه نجحت جدا، ويمكن كانت انجح الاغاني اللي في الفيلم لانها زي ما قلنا اتكررت كتير.